السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هعمل لكم التوميه في البيت. التوميه السوري اللي بنلاقيها في المحلات السوري. بصوا قوامها، بصوا جميله ازاي. هوريها لكم بطريقه سهله وبسيطه تقدروا تعملوها في البيت ان شاء الله. بسم الله. هنبتدي اول حاجه، هنجيب كوبايه ميه، نحط عليها 3 معالق كبار نشا، والميه بارده طبعا مش سخنه. نقلبها لحد ما تدوب كلها، وبعد كده هنرفعها على النار ونقلب برضو. بعد ما دوبناها في الميه وهي بارده هنرفعها على النار ونقلب كده. لازم نقلب على طول لغايه ما تمسك عشان ما تتكتلش. احنا تنينا نقلب لغايه ما مسكت كده، لغايه بالشكل ده. هنطفي عليها، ننقلها في طبق لغايه ما تبرد ونكمل بقيه الخطوات. كده نقلناها في طبق كده، هنسيبها تبرد وهنكمل معاكم بقيه الخطوات. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أحدث فيديوهاتنا. هنجيب معلقة توم مفروم، 3 معالق زيت، معالق زيت كبار، ومعلقتين خل، زبدية 5 جنيه مش غالية، ربع معلقة ملح، معلقة عصير ليمون، هنضرب بقى المكونات دي كلها. هنجيب بقى النشا اللي احنا عملناه على النار بس كده. بعد ما برد طبعا هننزله. حطيت النشا، هنحط معلقه سكر صغيره ونقعد نضرب بقى المكونات جامد. ده شكلها النهائي بعد ما اتضربت. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ طريقه سهله مش مكلفه خالص، تقدروا تستعملوها جنب البطاطس المحمره، جنب الشاورما، بس هو الاكتر الاطفال بيحبوها جنب البطاطس المحمره. وده الشكل النهائي بتاع التوميه بتاعتنا، وبالهنا والشفا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد باذن الله.